اكسب ازاي وانا معيش رجاله في فريقي؟ يعني سؤال. اكسب ازاي اهو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اول الحلقه. اكسب ازاي انا كنادي اهلي وانا معيش رجاله في فريقي؟ ايه ده؟ ايه المهزله اللي حصلت دي؟ نادي طلائع الجيش اللي مركزه 17 في الدوري يغلبني 2-1 بالمهزله دي؟ ايه ده؟ ايه ده يا جدعان؟ اكسب ازاي الدوري وانا معيش رجاله في فريقي؟ اكسب ازاي وانا معايا مدرب ابيض من لب الابيض جايبينه؟ ايه؟ انا عاتب مين دلوقتي؟ انا عاتب لعيبه ولا عاتب اداره ولا عاتب مدير فني ولا عاتب مين؟ ايه ده يا جدعان؟ ده 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 دي نتيجه. احنا خسرنا. ده احنا خسرنا من طلائع الجيش 2-1، فريق المركز 17. ايه يا جدعان؟ هنتكلم في كل حاجه عن الماتش بس. ايه ده؟ ايه ده؟ فين اللعيبه؟ فين دول اللي بياخدوا تاخد من كلام الجمهور في الاخر خالص؟ لعيبه عالم، مفيش رجاله. مفيش رجاله. العب بقى يا عم، خلي عندك دم. حرام عليكم. حرام عليكم. بتضيعوا الدوري. بتضيعوا الدوري. ايه ده؟ الدوري ضاع. حرام عليكم يا جدعان. النادي الاهلي بيخسر من طلائع الجيش. من طلائع الجيش 2-1. طلائع الجيش اللي عمل عليك النهارده ماتش، اللي نادي الاسماعيلي مسكوا خسروا وطلع والاتحاد خسروا، واحنا النادي الاهلي بقيمته التسويقيه باللعيبه اللي فيه دي كده كلها مش عارف تغلبه. مش عارف تغلبه. والله عيب. والله العظيم تلاتة عيب. عيب. مفيش لعيب راجل قدر يجيب جون النهارده. مفيش لعيب قدر يعمل حاجه. اللعيبه في اخر الماتش رجليها بتخبط في بعض. كل لاعب بيسلم الكره للتاني خايف يعمل حاجه غلط للجمهور ينتقده. انتوا كلكم لعيبه اصلا، ولا قلبكم على الاهلي ولا قلبكم على اي حاجه. النهارده يعني النهارده كثفه كبيره، والنهارده هيبت النادي الاهلي في الارض. هيبت النادي الاهلي النهارده كده في الارض خلاص. فاهمني؟ الجيل ده والفلوس اللي عماله تدفع فيكوا وجايبين لعيبه بارقام وبتاع. انتوا النهارده عرفتوني ان انتوا لعيبه ولا حاجه. ولا حاجه. فاهمني؟ اللي هو انتوا يعني ولا حاجه. والله ده بجد. ايه ده؟ إيه المهزله دي؟ والله العظيم تلاتة مهزله. والله مهزله. هنتكلم دلوقتي في الماتش. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدقيقة الأولى تريزيجيه ضيع كرة ما تضيعش. تمام. اتلعبت له. ركنها، عايز يركنها في البعيدة. انت بتعمل ايه يا اسطى؟ انت بتعمل ايه؟ الكرة دي كان زمانها نفعتنا دلوقتي. تمام. ضيعتها. بسم الله الرحمن الرحيم. الدقيقة التانية جول لنادي طلائع الجيش. جول مسخرة. تعالى يا معلم. تمام. مروان عطية بيحضن اللاعب اكنه هيرقص سلو. فاهمني؟ اكنه هيرقص سلو معاه. انت بتعمل ايه؟ انا معرفش. حضنه. تمام. كرة تتلعب. كماتشو اللي عندهم يلمس الكوره. تمام. وراح عطيه حضن الراجل اللي لمسها جون. الشناوي طبعا لا يسأل عن الجون يا جدعان. تمام. ايه ده؟ ده دفاع النادي الاهلي. ده جون مسخره يخش في النادي الاهلي. انت حاضن اللاعب. تحضن اللاعب ليه يا مروان؟ بجد والله انت يعني انت حاضنه. ما هو لمسها ودخلها جون. العب على الكوره، ما تلعبش عليه. انت ماسكه تعمل ايه؟ معرفش. تمام. بعد كده الدقيقة التامنة مروان عثمان يضيع كرة بطريقة غريبة جدا. النهاردة كان سيء للغاية. سيء جدا جدا جدا. مروان عثمان النهاردة بيجيله حاجات بيضيعها بطريقة غريبة. وانا هاجي دلوقتي اتكلم عن ترب. ترب اللي مش مدير فني اصلا. ده بلح. ده بلح. حاطط لعيبة مش في اماكنها وحاطط ناس مش في اماكنها. حرام عليك. حرام عليك. اللي جابوا الاهلي ضيع الاهلي يا جدعان. اللي جاب المدرب ده النادي الاهلي ضيع النادي الاهلي. خلصانة. او ربع ساعه الاهلي كان بيضغط بشكل كويس وياخد الكوره على طول. ليه؟ لان ده صلاح الجيش. ده فريق. ده مش فريق. فاهمني؟ ده مش فريق. مش عارفين يطلعوا بالكوره. فانت بتقوم واخد منهم الكوره عشان تحاول ايه؟ تعمل هجمه. تمام. نعمل هجمه كويسه؟ لا. نضيع اجوان. نضيع اهداف. مش عارفين اصلا نوصل للجون. مش عارفين نوصل للجون. ويوم ما بنوصل مفيش عندنا مهاجم يفنش. كمويش اللي انت جايبهولي بفلوس قد كده حاططهولي مخرجولي بره القايمه. والنهارده عمالين نعمل عرضيات لصباح الفل لكاماتشو اللي عندهم انت بتعمل عرضيات لمين النهارده؟ لتريزيجيه اللي كانش في حالته؟ لمروان عثمان اللي مش مهاجم اصلا؟ انتوا بتعملوا ايه؟ انا ما اعرفش. ده عك. ده الاهلي بيحصل فيه عك. بعد كده بعد كده كاتب اول ربع ساعه زي ما بقول لك. ضغط بلا اي فايده. انت بتاخد القرار ما بتعملش بيها حاجه. بيعملوا عليك هجمات مرتده. تمام. بيلبوك منها. ده نادي طلائع الجيش عنده مهاجم مش عندي. نادي طلائع الجيش مع احترامي ليهم عنده مهاجم مش عندي.
فاهمني، بيستلم الكرة يوقفها وبتاع، وانا دفاع ابيض. دفاع ده دفاع النادي الاهلي. النادي الاهلي جه في موسم كان وائل جمعه مش عارف كان مين اللي جنبه، دخل فيه في الموسم كله 3 اهداف. النادي الاهلي داخل فيه 18 جون. يا نهار اسود، يا نهار اسود، هو في كده؟ في كده يا عالم؟ في كده؟ بهدلتوا النادي الاهلي والله العظيم 3، بهدلتوا النادي الاهلي. مفيش لاعب بيحب النادي الاهلي في النادي الاهلي دلوقتي، خلصانه. الناس دي ما ينفعش تلعب في النادي الاهلي، كلهم فلوس وكلهم نجوم وكلها صباح الفل، كلها تحب تطلع في البرامج وتعمل شو، انما دلوقتي خلاص مفيش حد بيحب النادي الاهلي. بعد كده اهوت، تمام، جت ركنيه، ده اللي يوريك العبث اللي بيحصل في النادي الاهلي. جت ركنيه دقيقه 18، تمام، بن شرقي واقف عليها، تمام، بيلعبها لعبها قصيره، لعبها لمين؟ للاعب بتاع طلائع الجيش. بعد ما وقفوا وقلت بقى يعملوا جمله فيها وبتاع ومش عارفه ايه، لعبها للنادي اللي بتاع طلائع الجيش، كانوا عاملوا عنها هجمه. طب انت بتعمل ايه؟ يعني بن شرقي النهارده كان بيعمل ايه؟ بن شرقي النهارده صفر، وحش وحش. اه المدير الفني مش حاطه في مكانه، بس انت حتى الباص يا جدع، حتى الباص هو اصلا هو السبب في الجون في العرضيه، هو هنتكلم دلوقتي عنها. بعد الكرة دي هدف هادي او ياسر، انا ما اعرفش الكرة عدت ولا لا وماليش دخل، الحمد لله اللي هي دخلت، تمام. الكرة اتلعبت، دي كانت الركنة التانية، الكرة اتلعبت لتريزيجيه، تريزيجيه يلعبها له، تمام. هو ناحية الشمال، هو كويس ناحية الشمال، بيقدر يعمل حاجة شوية، تمام، يلعبها بالعرض، تمام، يخشوا يقتحموا عليها، هادي يشوطها، شك ومش عارف قام ياسر دخل حطها خالص، 1-1. نلعب بقى حماس بقى، فاهمني، نلعب بحماس بقى، يبقى عندنا بقى ايه، نزعه ان احنا نجيب التاني والتالت واهو، تمام. عدت نص ساعة، تمام، الجيش بهجماته اخطر مني، تمام، وانا من النادي الاهلي بالنجوم اللي عندي وكده وماسك كوره مش عارف اخش ال 18. يعني كده يعني يا جدعان في كده مش عارف اخش ال 18 ازاي؟ طيب ازاي يا جدعان؟ ده حاجه هتجنن. وهم يعملوا عليا مرتدات، تك يلبوا تك يلبوا تك يلبوا، وانا انا يعني النادي الاهلي لما بقى يتعمل عليه هجمه، تمام، الواحد بيبقى حاطط ايده على قلبه، فاهمني. انتوا يعني هتخلصوا علينا والله العظيم، انت تفهمش ايه ده؟ ايه ده النادي الاهلي بيحصل فيه كده في ماتش النهارده؟ والله عيب، عيب في حقنا كلنا، عيب في حق كل واحد في النادي الاهلي. بعد كده كوره قلشت من امام عاشور بطريقه غريبه جدا. امام عاشور النهارده اللي ما كانش في مستواه تماما، تماما، كان ابيض خالص، مش عايز يلعب، تمام يا عم، مش عايزين تلعبوا يا جدعان، سيبوا الاهلي. اللي مش عايز يلعب واللي مش بيحترم النادي الاهلي ومش بيحترم تيشيرت النادي الاهلي يمشي ويسيب الاهلي، والله سهله سهله يا عم، امشي. اللي مش عايز يلعب في النادي الاهلي ما يغور في داهيه يمشي، مش ماسكين في حد يا عم، والله ما ماسكين في حد. اللي مش مقدر التيشيرت ومش مقدر حرق دم الجمهور يمشي، يمشي يا عم، غور في ده يا عم. ده حاجه تحرق الدم يا جدعان. يعني احنا النهارده يعني احنا بنقول ما نفقدش نقط وداعمين ويلا وعايزين نكسب وبتاع، وفي الاخر خالص احسن من طلائع الجيش اللي هو مركز 17 ويعمل عليها ماتش. دي انتوا هتجننونا والله العظيم، هتجننونا يا جدعان، مفيش كده والله العظيم، ما في كده. والارض النهارده بتاعت الملعب يا لو الزرع فيها بطاطس مستريح، ارض صباح الفل. ايه الارض دي؟ ايه النجيله دي؟ نجيله زي الزفت، وحاجه ما يعلم بها ربنا، وكل باص من اللعيبه مش عارفين يستلموه، حاجه صعب يعني. النهارده كان حاجه صعب. بعد كده عرفت ان مروان عطيه كان كويس شويه، رغم ان هو حط الهدف في نفسه، بس كان كويس شويه. هو اللي بيحاول يطلع لك، يودي لك الكوره كده ويودي لك الكوره كده، بيحاول يزقك ليه قدام، تمام. هو الوحيد اللي كان النهارده في الماتش كان بيحاول يزقك لقدام، رغم ان هو حط هدف في نفسه، بس كان يعني ما حطش هدف في نفسه، بس هو السبب الرئيسي في الهدف، تمام. بس بيحاول شويه، تمام. اما المدرب البطيخه عمل ايه؟ خرجوا لك وساب لك ديانج في الملعب. ما فيش كده والله، ما في كده. بعد كده كتبت، هنتكلم بقى عن المدرب، تمام. المدرب نزل لك ياس ترب، نزل لك يا باشا بالتشكيله، تمام. حط لك برده بن شرقي يمين، تمام، مقتنع بيه ان هو يمين ما تفهمش ليه، تمام. وحط لك برده مروان عثمان راس حربه اللي هو اصلا مش مكانه، تمام. ولعب لك برده الشناوي، تمام. الشناوي النهارده شال واحده والجون التاني لا يحسب عنه، بس شوبير احسن، تمام. بتلعب لي برده الشناوي. بن شرقي اللي المفروض تلعبه شمال وديته يمين برضه، حرقته. النهارده ما كانش بيعمل اي حاجه يا جدع يا راجل يا مؤمن. ده الجون اللي الاهلي دخله، تمام. بن شرقي راح ناحيه الشمال وهو اللي عامل العرضيه، هو السبب في الجون، تمام. والكره اصلا قبل ما تخش جون معديه من مروان عثمان، تمام. فهو ليه؟ لان مروان عثمان يعني مش مكانه اصلا، هي عايزه لمسه، حتى مش عارف يلمسها، فاهمني. ما تحط تزفت، تحط تريزيجيه راس حربه، وحط بن شرقي شمال وزيزو يمين،
سهله، وامام تحتيهم سهله. سهله لا، لازم انا افنن، لازم أنا فاهم انت، لازم انا ادعبك. ومفيش راجل على الدكه يقول له ان ده ما ينفعش، ولا مفيش راجل على الدكه يقول له ان ده ما ينفعش. ما تقول تكلموا معاه يا جدعان، قولوا له ده ما ينفعش. انت بهدلت النادي النهارده يا باشا، بهدلت النادي النهارده. النادي الاهلي مش عارف ينقل، مش عارف يعمل هجمه، مش عارف يعمل هجمه يتيمه، مش عارف يباصي باصتين على بعض. عيب، عيب في حقنا. حسبي الله ونعم الوكيل في اي واحد مش شايف شغله، والله حسبي الله ونعم الوكيل في اي واحد مش شايف شغله في النادي، ولا شايف واخدها مصلحه، واخدها قرف، يعني حاجه قرف. بعد كده اهوت الدقيقه 40 تمام. كرة بقينا نقطع الكرة بسرعة تمام، وكويس ان احنا بنقطع الكرة بسرعة، يعني عندنا حاجة تمام. تيجي بقى ايه، ننقل الكرة مثلا بسرعة، نعمل هجمة حاجة، مفيش. عاملين نباص لبعض تمام، باص سلبي جدا جدا جدا. طلع الجيش في مناطقها يا باشا انا بدافع تمام، يقطعوا منك الكرة، يعملوا احلى هجمة مرتدة عليك تمام. وهجماتهم المرتدة اكتر منك، يعني انت مثلا عمال تمسك لي في كورة، مش مفيش اي حاجة، مفيش هجمة يتيمة، مفيش مفيش هجمه يتيمه. انت متخيل النادي الاهلي بصفقاته بالليله بتاعته دي كده كلها مش عارف يعمل هجمه؟ والله عيب، والله العظيم تلاتة عيب. بعد كده اهوت كتبت امام عاشور سيء جدا، سيء جدا 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 لغايه بكره. وحش قوي امام عاشور، وحش قوي 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 قوي. ولا بيتنيل يلعب، ولا عمال يباصي، ولا وعمال يشوط كل شوطاته بيصطاد بيها حمام. طب ليه؟ طب ليه يا عم؟ انت مش، والله العظيم لو شايف لك شوفه امشي يا عم، لو شايف لك شوفه امشي. اقول لك حاجه، ادعي الاصابه ولا انا مصاب تمام، واقعد يا باشا لغايه لما الموسم ينتهي وامشي. اصل هتلعب معايا وهتقرفني بلاش. النادي الاهلي عايز رجاله من الاخر. بعد كده اهوت الشوط الاول يخلص تمام، عملنا 8000 عرضيه تمام، العرضيات كلها للمدافع بتاعهم تمام، ما استفدناش بيها اي حاجه. الماتش اللي احنا كنا محتاجين فيه كمويش ليه ارميه يا عم النهارده في ال 18، يمكن يعمل لك حاجه بالعرضيات اللي انت عمال تحدفها يمين وشمال دي تمام. ارميه النهارده يمكن يعمل لك حاجه. خرجه بره القايمه ليه؟ اصل لسه بيتعد يا حلاوه، بيتعد. يعني ايه يا جدعان؟ يعني ايه النادي الاهلي جاب مهاجم؟ اصل النفسيه بتاعته وحشه. وانا طبيب نفسي يا عم، وانت جايب لي اللعيبه عالجه نفسي؟ انا مالي، انا عايز مهاجم يخلص لي جوان. الله، ده جدع طلع الجيش بقول لك معاه مهاجم احسن مننا. الكور اللي بيجيله بيعافر فيها وبيعمل فيها، وانا جايب مهاجم هعالجه. انتوا بتتكلموا في ايه يا جدعان؟ فشل اداره ذريع. بص، فشل اداره النادي الاهلي دلوقتي فاشله في كل حاجه. النهارده سيد عبد الحفيظ قاعد حاطط ايده في جيبه وبص على المنظر، اكيد مش عاجبه المنظر وقاعد بيتدفى. يا باشا انت كنت بتطلع في قهوه فايق بتقول هنعمل وهنسوي، وكان كلامك كله صح. ليه الكلام ده ما اتنفذش يا باشا لما دخلت؟ ليه الكلام ده ما اتنفذش؟ ما تفهمش ايه يا جدعان؟ تفهمش مدرب ده الخرا جايبينه منين معرفش. ايه ده؟ طيب ده ينفع يحصل في النادي الاهلي؟ والله عيب، ضيعتوا هيبتنا. بعد كده اهوت الاهلي بدا الشوط الثاني ضغط شرس تمام، عمال تضغط وتحاول وبتاع بس بلا فايده في الاخر. انا يا باشا ما طلع الجيش طبيعي هسيب لك الكوره، طبيعي هسيب لك الكوره، يعني هي بس هتعمل عليك هجمات مرتده. انت بتقطع الكوره بسرعه وبتحاول تعمل حاجه تمام، بس انا عايز الكوره في الاخر خلاص تخش الشبكه، عايز الكوره تخش جون تمام. ولا معايا مهاجم يترجم الهجمات دي، ولا معايا لعيبه عندها روح انها تعمل كده. تريزيجيه اللي احنا كنا بنقول عنده روح النهارده ابيض، ما عملش اي حاجه النهارده، والله العظيم ثلاثة ما عمل اي حاجه النهارده. بعد كده اهوت الدقيقه 52 شفت الكره اللي الشناوي شالها؟ والله العظيم قلبي بقى في رجلي، والله قلبي بقى في رجلي. ايه الكره دي؟ ايه الكره دي؟ الحمد لله ما بيعرفش يفرد ايده بس بيعرف يفرد رجله الحمد لله، وصدها. ايه يا جدعان ده؟ الراجل مع مين؟ وازاي الراجل يخش الدفاع واسمه ده ويلعبها كده بالعرض؟ ايه فين دفاع الاهلي؟ فين دفاع الاهلي؟ فين يا جدعان؟ ايه الدفاع ده؟ ده كوارث، ده كمية كوارث في الدفاع وحشة اوي. هادي وياسر النهاردة وحشين وحشين وحشين. ايه ده يا عم؟ ايه ده النهارده لعيبه تقول لهم السلام عليكم بيعدوا. النهارده محمد هاني رجعني بقى يا باشا، بقى محمد هاني بقى بتاع الاوفرات اللي في السما. وحش. بامانه دي لعيبه تلبس تيشيرت النادي الاهلي؟ والله تقيل عليكم، والله تقيل عليكم. بعد كده اهوت هدف اسمه بعد كده اهوت خرج مروان عثمان ونزول شريف تمام، برضه قصب بقصب. انت ما بتعملش
التبديل اللي هو بوم. يعني سبحان الله منزل الشريف ومخلي الشحات بره كل ده وهنزله في الاخر. طب مخلي الشحات بره ليه؟ يعني والنبي مخلي الشحات بره ليه؟ اللاعب الوحيد اللي ممكن يصنع لك الفارق ويعمل لك حاجه انت مخليه بره. مخليه بره جنبك ليه؟ مخليه بره جنبك ليه؟ انا مش عارف. منزل لي شريف وبرضه يا ريت شريف مثلا مكان مثلا واحد من خط النص عشان تعمل زياده هجوميه. لا ده منزله مكان برضه مروان عثمان المهاجم. والله يا جدعان مش مدرب، مش مدرب. دي كارثه. المدرب ده اسوأ مدرب جه في تاريخ النادي الاهلي. اسوأ مدرب جه في تاريخ النادي الاهلي هو المدرب ده. بعد كده هدف الجيش اللي جد في الدقيقه 62 عرضيه جوه ال 18. تمام يا معلم. اللاعب يطلع يلمسها من هاني، اللاعب لوحده تماما. الشناوي يحاول يطلع ويحاول يقفل عليه، اللاعب يلعب الكره بالعرض، المهاجم اللي عندهم بيحاول يحطها. هادي رياض رمى نفسه عليها، الكره اتردت عاليه، اللاعب يقطع من قدام ياسر ويحطها بدماغه جون والهدف التاني. تمام. والجون فاضي، الشناوي كل ده لسه ما رجعش، عارف كان بيجيب سحور باين، ما تفهمش ليه ما رجعش. تمام. والهدف التاني في وسط ذهول، انا بقيت قاعد مذهول. والله واحد صاحبي بيكلمني اهو، هقول اسمه احمد هاني، والله العظيم 3 بيكلمني قال لي انتوا لو الدقيقه 60 عدت وما جبتوش جون انتوا هتلبسوا جول وممكن تتعادلوا في الاخر، انما مش هتكسبوا الماتش ده. وقد كان. احلى تحيه ليه والله، راجل زملكاوي بس بيفهم، قاعد بيتفرج على الماتش قال لي انتوا في البلاله. وفعلا يا باشا احنا في البلاله. مفيش كده، مفيش كده. مش عارفين نعمل هجمه على نادي في المركز ال 17. انت هتعمل ايه في ماتش الترجي الجاي؟ ده انت في ماتش الترجي الجاي ده احنا ممكن ناكل علقه. والله العظيم ده احنا هيتقل مننا هناك. والله هيتقل مننا هناك، هنتبهدل هناك. ما تفهمش والله العظيم، ما تفهم ايه ده. بعد كده كتبت هل ده اداء يكسب دوري؟ هل ده اداء يخليك تثق في اللعيبه دي؟ تثق دي هم نفسهم مش واثقين في نفسهم. في اخر الشوط مش عارفين ينقلوا، خايفين. بعد ما الجون التاني جه كله بقى مرتبك، كله بقى خايف، فاهمني؟ بقى فاهم انت، كل واحد بيسلمها للتاني، خايفين يلعبوا. وانت جاي النادي الاهلي خايف؟ ما انا قلت لك بقى في الاول خالص النادي الاهلي عايز رجاله. انت لو مش راجل سيب النادي الاهلي وامشي على الدغري. لو انت مش راجل ومش قادر تلبس تيشيرت النادي الاهلي امشي، خلصانه. انما تخاف لي في الاخر وتبقى خايف تلعب كوره. ده ديانج يعني بيقوم واخد الكوره مسلمها للراجل تاني، ياخد الكوره مسلمها للراجل تاني. ايه ده؟ ايه ده؟ فالنسيا كانت عايزاه، فالنسيا كانت عايزاه. يا حول ولا قوه الا بالله. يعني الاهلي مش عارف يحط جون في الجيش، والله كاتب كده، يعني الاهلي مش عارف يحط جون في الجيش. الاهلي بالقيمه التسويقيه، فاهمني؟ وجايبين ده بمليون وجايبين ده ب10 وجايبين ده ب20 وجايبين ده ب100، فاهمني؟ مش عارفين نحط جون. يا لهوي، اهانه اهانه. احنا النهارده حصلت في النادي الاهلي اهانه بسبب مدرب وبسبب لعيبه وبسبب اداره. الاداره اول حاجه ما عرفتش تختار ولا لعيبه صح ولا مدرب صح. بعديها على طول اللعيبه، لان اللعيبه انت اللي في رجلك الكره في الملعب، في ايدك تعمل حاجه، خايف ورجلك بتخبط في بعض، مش قادر تعمل حاجه. تالت حاجه المدرب اللي هو ابيض من اللب الابيض، في اخر الماتش قاعد زينا زيه مش عارف يعمل حاجه، وتبديلات كلها ولا هتسمر ولا هتغني من جوع. صباح الفل. ف ايه؟ حرام عليكم يا جدعان الاهلي، حرام عليكم حرقه الجمهور. خلي عندكم دم، خلي عندكم دم. اللي ما فيش لعيب فيكم عنده دم، اللي ما فيش راجل في الاداره عنده دم. حرام عليكم. النادي الاهلي بيضيع، النادي الاهلي بيضيع على ايديكم. والله العظيم 3 النادي الاهلي بيضيع على ايديكم. النادي الاهلي ضاع اصلا في الماتش ده. ربنا يستر الماتش الجاي. انت تضمن؟ ده احنا خسرنا، ده احنا ما تعادلناش، ده احنا خسرنا. انت متخيل؟ والله الواحد في صدمه، والله العظيم 3 الواحد في صدمه، فاهمني؟ يعني انت فاهمني، الواحد في صدمه، الواحد مصدوم، فاهمني؟ ان النادي الاهلي خسر. النادي الاهلي اللي عاملين ندعم ونقول يا جدعان نكسب وبتاع ومش عارف ايه، خسرت. تفهمش. بعدها على طول يا باشا كتبت خروج مروان. مروان احسن واحد في الملعب، اللي بينقلك لقدام وبيحاول ينقلك كرة وبتاع. ونزول زيزو ليه؟ عشان يخلي ديانج في الملعب. طب هو ديانج اتنيل بطين النهارده عمل ايه عشان تخليه في الملعب؟ ما تفهمش. وقام خرج مروان انه احسن واحد، احسن واحد، ونزل لك زيزو. يعني هو زيزو يعني اللي هيعدل المايله ده نزل خرابها. والله نزل خرابها، ولا عمل اي زفت. نزل ابيض من اللب الابيض، ولا عمل اي حاجه. واسمه دوت وساب مروان عطيه، وقصدي خرج مروان عطيه وساب ديانج النهارده اللي بياخد الكره يسلمها للراجل تاني. طب ديانج ده ولا بيعرف يعمل الكره الطويله ولا بيعرف يطلع لك باللعب لقدام. انت سايبه ومخرجت وسبته وخرجت مروان عطيه اللي بيعمل الكلام ده.
حرام عليك يا عم، حرام عليك والله. جايبينه منين ده يا جدعان؟ جايبينه منين؟ بعد كده اهوت فين؟ كتبت لما فريق مركز 17، لما فريق مركز 17 تمام يلعب بالثقه دي عليك وعمال ينقل الكوره وانا مش عارف اجيب في جون، هل دي مش اهانه في حق النادي الاهلي؟ بامانه يا اخي، سؤال ليك، سؤال ليك اهو، دي مش اهانه في حق النادي الاهلي؟ ودي مش قله قيمه في حق النادي الاهلي اللي مركز 17 واقل فرقه في الدوري الاسماعيلي المركز الاخير كسبهم، ويجي عليا انا يكسبني ويعمل عليا ماتش دفاعي زي دوت، وهجماتهم المرتده اكتر من هجماتي. ده يا نهار اسود! ده انت تبص على التخمه اللي في النادي الاهلي وتبص على اللعيبه اللي في النادي الاهلي، ده انت تقول ينزلوا يكسروا اي حد. طلع مش بالكلام ده، طلع باللي عنده دم، طلع باللي عنده روح، طلع باللي بيحب تيشيرت النادي الاهلي، مش اللي هو حابب الفلوس. خلاص يا باشا، النادي الاهلي دلوقتي بقى كله ناس معلمين، فاهم؟ اللي هو انا مش هين نفسي على الكوره، مش هجري، مش هعمل اي حاجه الا من رحم ربي، هم اتنين تلاته اللي لسه عندهم دم وبيروح، فاهمني؟ انما في الاخر خالص كلهم يا باشا انا مريح دماغي، صباح الفل يا باشا. الفلوس بتتعدي في البنك تمام، والفلوس كل شهر باخدها والدنيا حلوه، ههين نفسي ليه؟ ههين نفسي ليه؟ ما الجمهور يحرق دمه، فاهمني؟ ما فاهم، يولعوا يا باشا، صباح الفل. فاهمني؟ دلوقتي يا باشا بقت حسبتها كده، والله العظيم تلاته بقت حسبتها كده. مفيش حد شفته عنده، فاهم انت؟ اللي هو عايز يعمل حاجه، عايز يجيب جون، عايز اقول لك على حاجه، قسما بالله بقيت احس ان هم بيمثلوا ان هم بيلعبوا بروح عشان محدش يطلع ينتقدهم. والله العظيم بقيت احس اللي هو مش عارف ايه ومش عارف ايه. والله العظيم انت ما كده اصلا، انت بتمثل اصلا عشان محدش يطلع يقول عليك انت كنت وحش. لا، انت كنت وحش يا باشا، اداك في الملعب كان زي الخرا، اداك في الملعب وحش، اداك في الملعب ما تستحقش ان انت تلعب في اعظم نادي في الكون، النادي الاهلي اللي انتوا جبتوا راس الارض والنهارده ضيعتوا هيبته. والله العظيم النهارده النادي الاهلي ضاع هيبته. بعد كده او كاتب بنعمل عرضيات لكاماتشو اللي عندهم دوت. طب عمال تعمل عرضيات لمين لتريزيجيه اللي مش في حالته، ولا للمهاجم اللي مش مهاجم؟ انتوا هتجننونا والله العظيم. ولا للمهاجم اللي مش مهاجم؟ مين عندك بقى في يلعب بدماغه عشان تعمل عرضيات؟ نزل تريزيجيه وبن شرقي ناحيه اليمين عشان يعملوا لك عرضيه، هيعملوها لامي؟ هيعملوها لمين؟ ما تجننيش، هيعملوها لمين؟ ما تنط ده يا عم، ده حاجه والله. انا هنا والله العظيم الواحد هنا. خنقتونا. بعد كده كاتب دقيقة 75 بالصلاة على النبي، مفيش كورة، مفيش أي حاجة تمام. احنا بعد ما لبسنا الجون بقى ايه؟ اللعب هادي، يعني المفروض اللعب يبقى أسرع عشان ألحق أجيب جون وألحق أرجع تمام. اللعب هادي بقى، فاهم أنت؟ بقينا نبصي بالراحة، فاهم أنت؟ من ده لده ومن ده لده ومن ده لده. أنا حسيت إن احنا كسبانين 5، فاهمني؟ اللي هو ايه ده النادي الأهلي كسب 5 فوق. لا يا باشا، ألعب بمزاج، وأنا أروح أعمل كوباية شاي وأجي. العب بسرعه، خلي اللي عندك دم. الجمهور ده خلاص، شفت قال لك ايه؟ قال لك العب بقى يا عم، خلي اللي عندك دم، راعي ربنا في لقمه العيش اللي بتجيلك من الشغل ده شغلك يا عم. لو مش عشان الجمهور ده شغلك، حرام عليك. انت مش بتأدي شغلك على اجمل وجه، انت كده صفر. انت مش بتعمل حاجه، انت كده فاشل، فاهمني؟ انت كده فاشل في شغلك، لان حتى لو مش عشان الجمهور وعشان النادي الاهلي انت وحش في شغلك، فاهمني؟ يعني والله يعني رنا الله والله. كاتب الجيش عنده مهاجم احسن مني زي ما قلت لكم. الجيش عنده مهاجم احسن مني، الجيش عارف يجيب مهاجم، واداره النادي الاهلي بفلوسها بالرعاه بالكلام بالبتاع مش عارفه ايه، محدش فيهم عارف يجيب مهاجم. شفت شفت الكارثه اللي في النادي بتاعك، شفت الكارثه اللي في النادي الاهلي اللي مش عارفين يجيبوا مهاجم. يعني حول ولا قوه الا بالله. ده يا جدع، ده اسامه ابو علي واحد من عن السوشيال ميديا هو اللي جابه له. تخيل اداره مش عارفه تجيب مهاجم، في كارثه كده والله بجد، دي كارثه في حق النادي الاهلي. اداره فاشله، لعيبه فاشله، مدرب فاشل. بعد كده الدقيقه 80 كتبت انا حزين قوي على النادي بتاعي، فاهمني؟ انا حزين قوي على النادي بتاعي انا حاسه بائس. النادي بتاعي معاق هجوميا، فاهمني؟ النادي بتاعي معاق في كل الخطوط، معاق دفاعيا برضه، فاهمني؟ الدفاع ابيض وحش، معاق في كل الخطوط. مش عارفين نلعب، مش عارفين نبني هجمه، مش عارف. ده اقل فرقه في الدوري بتعمل عليك هجمات، اقل فرقه في الدوري المدرب بتاعها منظم لها هجمه بيعملوها على قدهم، وانت النادي الاهلي بحجمك ده كله مش عارف تعمل هجمه في الماتش ده. النهارده ماتش بائس، هيبقى بائسه. الواحد حزين على اللي بيحصل في النادي الاهلي. بعد كده كاتب مش عارفين تحطوا جون في اسمه في نحط جون وفي طلائع الجيش والدفاع بتاعنا بالوحشه دي. يعني
دفاع النادي الاهلي بالوحشه دي انا ما مش فاهم والله العظيم ما فاهم. الدقيقه 85 مش عارفين نحط جون، انا بقيت قاعد عمال اتنطط فاهمني، اللي هو مش عارفين نحط جون. والله قاعد عمال اتنطط اللي هو يا جدعان جون جون، طب نتعادل حتى. لا انت تخرج خسران، تخرج خسران عشان تفهم، عشان تموت بنقطتك فاهم، ان انت تتنقط. لعيبه نقطتنا النهارده فاهم انت تموت منقوط فاهمني، اللي هو خلاص مش هتكسب فاهمني، اللي هو احنا هنخسر كمان مش هنتعدى، احنا هنخسر كمان. بعد كده هو كتبت الكرة في الاخر تضيع من تريزيجيه، شاطها الحارس صدها، شوطه اي كلام برضه. امام عاشور شاط واحده تمام، الحارس شاطها صدها، عشان مش عارفين نخش ال 18. النادي الاهلي بقيمته مش عارف يخش ال 18، اللعيبه مش عارفه تلعب، اللعيبه رجلها بتخبط في بعض، كل ده في نادي القرن والنادي الاهلي فاهمني، مش عارفين يعملوا حاجه فيه. انت شايف فريقك وصل لايه. بعد كده هو كتبت والله كتبت هو الاهلي معاق هجوميا ومعاق في كل الخطوط، محدش فيهم عارف يعمل حاجه. النادي الاهلي هيبته ضاعت، وينتهي الماتش بفوز نادي طلائع الجيش 2-1 على النادي الاهلي بعد مهزله. يعني مش عارف اقول ايه والله، الواحد محروق دمه، زعلان، الواحد حزين على اللي بيحصل في النادي الاهلي. يعني ما مش لاقي كلام اقوله يا جدعان فاهم. الماتش بيوصف نفسه، الحلقه بتوصف نفسها. ملخص الحوار: اداره فاشله، لعيبه فاشله، مدرب فاشل، مفيش حد بيحب النادي الاهلي. من الاخر دلوقتي كده يا جدعان، مفيش حد بيحب النادي الاهلي الا من رحم ربي. تلاقي كام واحد باقي دلوقتي فاهمني، فساد دخل النادي من الاخر، والله تحس ان فساد دخل النادي خلاص، مفيش حد بقى يحب النادي فاهمني. الواحد حزين، الواحد حزين. اللعيبه مش حاسه بحاله الدم اللي الجمهور فيها، مش حاسين بان هما يعني في ناس وراهم بيدعموهم، وكل ماتش هندعمه وهنفضل ندعم، لان ده النادي الاهلي، ده النادي اللي احنا بنحبه فاهمني. وانت بتلعب فيه فانا مضطر ادعمك، انما انت كشخص انت ما تستاهلش، انت ما تستاهلش. انت طالما راجل مش بتهين نفسك على الكوره، بتهين نفسك عشان الجمهور، بتهين نفسك عشان لقمه عيشك، انت ما تستاهلش والله العظيم ما تستاهل. فيعني مش لاقي حاجه. تقييمات اللعيبه تقييم ايه يعني الشناوي النهارده هيديله 4/10 على الكرة اللي صدها والجونين. يعني انا شايف ان هما مش غلطاته، اللي شايف ان هما غلطاته يتكلم معايا في التعليقات تمام. انا شايف ان هما مش غلطاته تمام. محمد هاني صفر، هادي رياض يعني ممكن 2/10 فاهم انت. ياسر ابراهيم 2/10 زي اخوه. بالعمري 4/10. ديانج صفر. مروان عطية هيبقى اعلى واحد 7/10. مين تاني؟ اسمه دوت مين تاني يا رب نزل؟ امام عاشور صفر. تريزيجيه صفر. مروان عثمان صفر. مين تاني يا ربي؟ بن شرقي صفرين وحش جدا. الشحات نزل عمل كام كورة بس يعني ما يتقيمش عليهم فاهمني. مين تاني يا رب نزل؟ زيزو صفر. عمل لي ايه زيزو لما نزل؟ 100 مليون على الفاضي، 100 مليون على الفاضي. عمل لي ايه؟ صفر. شريف صفرين. عمل لي ايه؟ انا لفيت لفه وفي الاخر خالص المهاجم بتاعي برضه محمد شريف. وريته بيلعب بيه، ده بيلعب لي مروان عثمان اللي مش مهاجم فاهمني. مدرب المعاق اللي مش عارفين جايبينه منين والله. يعني انا وهبت النادي الاهلي ضاعت. السلام عليكم.